تخيل عالم مفيش فيه قانون تماماً، وانت لوحدك على جزيرة معزولة. حريتك بتوصل ل100%. تقدر تعمل أي حاجة في أي وقت بدون قيود. لكن الوضع بيتغير بمجرد وصول شخص تاني للجزيرة. لما حريتك بتصطدم بحرية الشخص ده على نفس الموارد، الصدام بيبقى حتمي. في الحالة دي، القوة بتبقى هي الأداة الوحيدة للتعامل، والضعيف بيخسر دايماً لصالح الأقوى. القانون ظهر كحل تنظيمي عشان يمنع التدمير الذاتي ده، ويحول الصدام لفعل بشري منسق بيسمح للاتنين بالبقاء في نفس المساحة. لتجنب الفوضى، بنستخدم القاعدة القانونية، وهي الوحدة اللي بيتبني عليها القانون، وليها 3 خصائص. أولاً، قاعدة عامة بتطبق على كل الأفراد بالتساوي. ثانياً، قاعدة مجردة بتهتم بالفعل نفسه زي السرقة بغض النظر عن الفاعل. ثالثاً، قاعدة ملزمة مخالفتها تستوجب تدخل الدولة لفرض جزاء فوري. غياب أي خاصية من دول بيحول القاعدة لمجرد اقتراح، وبيرجع المجتمع لسيطرة القوة البدنية من جديد. الأخلاق والدين بيوجهوا الناس، لكن بحدود مختلفة. الأخلاق بتعتمد على الضمير، مفيش سلطة خارجية تفرض عقوبة مادية. والدين بينظم علاقة الفرد بخالقه، والجزاء مرتبط بالحساب في الآخرة. أما القانون بيفرض النظام فوراً بقوة الدولة لضمان استقرار المجتمع في الحاضر. بينما الدين والأخلاق بيركزوا على السلوك المثالي، القانون بيضمن السلوك الآمن والضروري لاستمرار الحياة اليومية. لما بنبص للمدن الضخمة اللي بنعيش فيها النهاردة، بنشوف إنه آلاف القواعد القانونية هي اللي بتشكل الشبكة اللي بتمنع تصادم المصالح بين ملايين البشر. القواعد دي بتسمح بنجاح التجارة وضمان الحقوق المالية وحل النزاعات في المحاكم بدل الشوارع. فهم القانون كإطار عملي لتنظيم المجتمع هو القاعدة اللي لازم ينطلق منها أي باحث قانوني. القانون بيغطي كل حاجة، من أول سرقة بسيطة لحد اتفاقيات الدول الكبرى. لكن هل بيطبق بطريقة واحدة في كل الحالات؟ في الواقع، القانون متقسم لفروع تخصصية دقيقة، وده اللي حنعرفه في الحلقة الجاية.